السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نقدم معكم حسوة ديال الشعير، كتجي زوينة ولذيذة بالأعشاب، كتجي صحية وبنينة ومزيانة في هذا البرد. كنحتاجو في المقادير الماء اللي كنغليوه من قبل، كنضيفو عليه الأعشاب اللي هي الكمون، شوية ديال المساخن، شوية ديال حب رشاد، شوية ديال حبة السوداء والملحة. من بعد كنضيفو زيت العود، كمية ديال تقريبا 4 ديال الكاس. من بعد كنضيفو حبة ديال البصلة محكوكة، كنضيفو البلبولة. وانا ضفت واحد الاضافة اخرى هي النافع اللي خويت عليه الماء طيب، خليته تطلق وصفيته وضفته. والثومة حتى هي قشرتها، 5 الفصوص ديال الثومة ثم درتهم، حتى هما كيعطيو واحد المذاق زوين وفيهم منفعة. من بعد ما ضفنا البلبولة اللي غسلناها كنخليوها طيب، مرة كنحركوها. ملي كتطلق لينا داك الرغا ديالها وكنحسو بها طابت، كنضيفو الحليب، كنخليوه يغلي شويه. من بعد كنضيفو الزعتر، كنخليوه هو الاخر، كنطيبوش مع الحسوه باش تبقى الفوائد ديالو وكيعطي المذاق ديالو زوين. كنخليوه غير غلا شويه يتجانس مع ديك الحسوه شويه، وتنطفيو عليه العافيه، ما كنخليوش يغلى بزاف باش ما يطلقش لينا داك المروره ديالو. صافي، وهذه هي الحسوه ديالنا واجده، كتجي زوينه ولذيذه، ونتمنى تجربوها وتعجبكم.